الصفه بتيجي قبل الايه؟ الاسم. معلش مش فاهم يعني ايه الصفه بتيجي قبل الاسم؟ يعني لو انا قلت لك ولد طويل، الاول يا مستر يحيى هقول tall boy. الاول يا مستر يحيى هكتب الصفه وبعد كده الاسم، عشان انت بتقول لي الصفه بتيجي قبل الاسم. ادي الاسم اهو، يبقى قبل الاسم في ايه؟ في صفه. ادي عندي a beautiful car. كار عبارة عندي عن اسم. طيب طالما كار عبارة عندي عن اسم، يبقى قبليها ايه يا مستر يحيى؟ يبقى قبليها صفة. يبقى الصفة بتيجي قبل الاسم. لو انا قلت لك مثلا ولد جميل، يبقى الاول هقول ايه؟ a beautiful boy. طب عايز اقول مثلا يا مستر يحيى مثلا بنت مثلا قصيرة، a short girl. الاول بقول الصفه وبعد كده الايه؟ الاسم. خلاص عرفت ان الصفه بتصف الاسم، عرفت ان الصفه بتيجي قبل الاسم. بس كده؟ لا، الصفه بتيجي قبل الاسم وبعد فيرب تو بي، يعني بعد ام وايز وار. يبقى بعد ايه يا مستر يحيى؟ بعد ام وايز وار. يبقى الصفه ليها كام مكان؟ مكانين. يبقى الصفه بتيجي قبل الاسم. ماشي يا مستر يحيى، قبل الايه؟ الاسم. بتيجي بعد فيرب تو بي، يعني بتيجي بعد ام وايز وار. يعني حضرتك بعد ام وايز وار انا بحط ايه؟ صفه. ماشي، احنا كده عرفنا يعني ايه صفه. الصفه كلمه بتصف الاسم، عرفنا مكان الصفه قبل الاسم وبعد فيرب تو بي. طيب النهارده بقى يا حبايبي انا بتكلم عندي على حاجه بسميها انواع الصفه. انواع الصفات، في عندي نوعين من الصفات. في عندي حاجه بسميها short adjective، وفي عندي حاجه بسميها long adjective. يعني ايه يا مستر يحيى كلمه short adjective؟ short adjective معناها صفه قصيره. صفة قصيرة long adjective معناها صفة طويلة. طيب ازاي هعرف في الامتحان الصفة القصيرة والصفة الطويلة؟ قال لك ان الصفة القصيرة هي من اسمها صفة يا مستر يحيى بتتكون من مقطع واحد. يعني ايه مقطع؟ يعني لما اجي بنطق الصفة انا ما بقطعهاش، بقول ايه؟ short، بقول يا مستر يحيى small، بقول tall. طيب يعني ايه صفه طويله؟ قال لك ان اللونج ادجكتيف معناها صفه طويله، معناها ان هي صفه بتتكون من اكتر من مقطع. يعني ايه مقطع؟ مقطع يعني انا يا مستر يحيى بقطع الصفه. مش فاهم؟ تعالى معايا. لما اجي اقول لك مثلا جميل، يعني ايه جميل؟ beautiful. بص قطعتها ازاي؟ طيب كلمة صعب difficult. بص قطعتها ازاي؟ طيب كلمة شيق interesting. بص التجزئه دي هو التقطيع. تاني يا مستر يحيى، يبقى انا عندي حاجه بسميها انواع الصفات. انواع الصفات انا جاي لك النهارده بانواع الصفات. في عندي نوعين من الصفه، صفه قصيره تتكون من مقطع واحد زي short tall big small. صفه طويله تتكون من اكتر من مقطع زي كلمه beautiful، زي كلمه difficult، زي كلمه interesting، زي كلمه comfortable. في مشكله في الكلام ده؟ الحته دي كده تمام؟ يا مستر يحيى لما اجي اذاكر الدرس بتاع حضرتك انا هذاكره بنفس تقسيمه البورد. اول حاجه مستر يحيى فهمني يعني ايه صفه؟ الصفه ديت هي عباره عندي عن كلمه بتصف الاسم. ماشي، الصفه كلمه بتحب الاسم. الصفه بتحب الاسم. مكان الصفه ليها مكانين، قبل الاسم وبعد فيرب تو بي. قبل الاسم وبعد فيرب تو بي. طيب مستر يحيى قال لي انواع الصفه في نوعين، short adjective تتكون من مقطع واحد زي tall short small، long adjective يعني صفه طويله، والصفه الطويله دي يا مستر يحيى بتتكون من اكتر من مقطع. ماشي، ده كده كان تمهيد للحصه بتاعتنا. تعالى معايا بقى يا حبيبي. احنا النهارده بنتكلم عندي على حاجه بسميها شورت ادجكتيف. شورت ادجكتيف معناها الصفه القصيره. لما اجي اتكلم على الصفه القصيره انا عايز اتكلم على حاجتين يا مستر يحيى. انا عايز اقارن بين اتنين وعايز اقارن بين اكتر من اتنين. بس خد بالك من حاجه، انا بتكلم عندي على الصفه القصيره. انا كلامي دوت على الصفه الايه؟ القصيره. الصفه القصيره عايز اقارن بين اتنين او عايز اقارن بين اكتر من اتنين. عايز اقارن بين اتنين يعني عايز اقارن مثلا بين يحيى ومنى، فعايز اقول ان يحيى اطول من منى، كده انا بقارن بين اتنين. طب يا مستر يحيى لو انا هقارن بين، استنى بقى كده يا مستر يحيى بقى، استنى بس. يبقى انا دلوقتي لازم احدد انا بتكلم على ايه. انا بتكلم على صفه قصيره. انت